بتبدأ حكايتنا في أحد الغابات المظلمة، وبنشوف لورد مع عيلته بيكون ماشي بالعربية بتاعته، وأثناء ما كان ماشي العربية بتقف بسبب النباتات اللي بتمسك فيها، فبينزل منها هو وابنه علشان يشوف فيها إيه. ولكن وأثناء ما كان واقف فجأة كان غريب بيخترق جسمه وبيطعنه وبيقتله. العيال كلهم الخوف سيطر عليهم وبدأ إنهم يجروا، ولكن الوحش قدر يمسك الثلاث بنات الصغيرين ويقتلهم. أما الولد فبيجري منه في الغابة، وأثناء ما كان واقف بيجي واحد من وراه بيقول له ما يعملش أي صوت، وبيطلع إن ده فرد من الويتشر واللي بيكون شغلتهم صيد الوحوش، وبيكون عندهم قدرات خاصة وقوة عالية بتفوق قدرة البشر الطبيعيين. بيروح على الوحش ده وبيسحب سيفه، والوحش على طول بدأ يهجم عليه. بطلنا قدر يسد هجومه وبدأ هو هجومه المضاد عليه، بس الوحش ما كانش سهل برضه وقدر ان هو يفلت منه. ساعتها بطلنا بيطلع ازازه كده بيكون فيها مشروب بيعزز قوته. اول ما شربها شكل عينه بيتغير وقوته بدأت تزيد فعلا. بعدها بيهجم تاني على الوحش ده بكل قوته وقدر ان هو يخلص عليه، بس طلع الوحش ده لسه ما ماتش وان جسمه الاساسي موجود في على الشجره ده، فصاحبنا بيطعنه بسيفه وبعدين بيولع فيه وبكده يكون خلص عليه نهائي. بعدها بيروح على اللورد وبياخد كل الفلوس اللي كانت معاه وبعدين بيمشي. اما الولد ابن اللورد بقى فبيروح على المملكه وبيعرف الانسه دي بكل حاجه، وان الواتشر ساب لوحده في الغابه ومشي. الانسه دي بعدها بتروح على الملك وبتطلب منه ان هو يدي قرار بقتل جميع الواتشر اللي في المملكه، بس واحده من اعضاء المجلس بترفض قرارها وبتقول لهم ان الواتشر هم اللي بيحموهم. بس الانسه ردت عليها وقالت لها ان الواتشر ممكن يعملوا اي حاجه عشان الفلوس، ومش بعيد يكونوا هم السبب في هجمات الهشم المتتاليه دي على المملكه. الملك قال لها ان احنا مش حامل نخش حرب مع الواتشر في الوقت الحالي، وبيرفض طلبها لحد ما تجيب دليل يثبت ان هم عملوا كده. بالليل بقى في المدينه بيكون في واحد من الالف بيتكلم مع بطلنا وبيطلب منه ان هو يساعده في ان هو يدور على بعض البنات اللي بدا يخطفهم مؤخرا من قريته، بس الواتشر بيرفض ان هو يساعده وقال انه صياد وحوش وما عندوش حاجه انه يقدر يساعدها بيها. الالف بعدها بيكون متضايق منه وبيقول ان الواتشر بيعملوا اي حاجه بس من اجل الفلوس، وبعدين بيسيبه وبيمشي. بعدها بنرجع بالزمن لورا وبنشوف حد بطلنا وهو صغير وبيكون اسمه فيسيمير، وبيكون شغال خادم في بيت احد العائلات، وزوجة سيد المنزل ده بتكون مريضه بمرض غريب، وفيسيمير كل اللي هو همه هي كيكه العسل اللي بتكون موجوده على الترابيزه. والسيد بيقول له انه يخلي لي لازمه وبيقول له برضه ان هو يرسله للسوق يجيب بعض الاعشاب. بعدها فيسيمير بيروح على الاسطبل، واثناء ما كان واقف بتظهر له بنت كده وبتخبطه بكره تلج وبتاع من مكانها، بس فيسيمير بيلحقها. والبنت دي بيكون اسمها ايلينا وبتكون صديقه فيسيمير، والاتنين بيكونوا بيحبوا بعض بس محدش فيهم اعترف للتاني. وبتكون ايلينا متفائله جدا بالحياه عكس فيسيمير اللي شاف الحياه سودة ومش مبسوط باي حاجه في حياته نهائي. وبيتخيلوا هما الاتنين لو كان معاهم فلوس كتير كانوا هيعملوا بيها ايه. فايلينا قالت انها تشتري بيت وتكون اسره سعيده مع جوزها. اما فيسيمير بيكون عايز يسيب القريه ويروح مكان تاني ويبقى مغامر وكده. بعدين بقى بيقول لها ان هم هيروحوا السوق بس هيشتروا فلوس الاعشاب كعكه عسل، اما الاعشاب بقى فهيسرقوها. وبالفعل فيسيمير بيروح على السوق بيسرق باكيتين من التاجر والتاجر بيجي وراه عشان يشتته، ونلاقي في الوقت ده بتكون اخدت الاعشاب منه. بعدها بيتقابلوا هما الاثنين في زقاق كده، واثناء ما كانوا واقفين بيدخل عليهم راجل ضخم كده وبيعرف ان الاعشاب دي اكيد لحد مريض، وبيطلب منهم انهم ياخدوه للسيد بتاعهم والا هيسلمهم للتجار اللي في السوق. فالعيال ما بيكونش قدامهم حل تاني غير انهم يوافقوا. بيروحوا على بيت السيد فعلا، والشخص ده قال لهم ان هي مش مريضه زي ما هم فاكرين وانما في شيطان بيسكن جسدها، وبيبدا يجهز تعويذه علشان يخرجه. بعدها بيطلب من الكل يخرج من المكان ما عدا فيسيمير، وبيقول له ان مهمته ان هو يمسك الوحش ده بعد ما هو هيخرجه منه، وبيعمل التعويذه فعلا ومفعولها بدا ياثر على الوحش ده لحد ما اخيرا بيخرج منها. فيسيمير ساعتها بيحاول ان هو يمسكه بس ما بيعرفش، بس في الاخر الشخص ده هو اللي بيقتله، وبيخرجوا بعدها بره هما الاثنين. وفيسيمير بيعرف انه فرد من جماعه الويتشر وبيوري له الفلوس اللي اخدها من السيد وبيديله عملتين منها مقابل مساعدته، وبيكون خلاص هيمشي بس فيسيمير ساعتها بيوقفه وبيطلب منه ان هو ياخده معاه ويضمه لجماعه الويتشر. بس تراي قال له ان لو جه معاه مش هيشوف البنت اللي بيحبها تاني. ففيسيمير بيسكت شويه وما بيعرفش يقول ايه، فالويتشر ساعتها قال له انه مش هينفع معاهم. بعدها قال له الويتشر ما بيترددوش، وبعدين بيسيبه وبيمشي. وبعد كام يوم بقى بنشوف أدينا وفيسيمير قاعدين سوا في الغابه، وفيسيمير بيقول لها ان هو عايز ينضم لجماعه الويتشر، وأدينا بتقول عليه انه مجنون لان مفيش حد عاقل ابدا بيفكر ان هو ينضم ليهم. بس فيسيمير قال لها على كميه الفلوس اللي الويتشر اخدها من السيد في اليوم ده، وان لو معاه الفلوس دي كان هيقدر يجيب لها كل حاجه وهيشتريها البيت اللي كانت دايما بتحلم بيه. بس دينا بتتضايق منه لانه عايز يبقى ويتشر ويسيب القريه، وبعدين بتسيبه وبتمشي. وبالليل بقى فيسيمير بيتسحب من المكان اثناء ما كان الكل نايم، وبيروح لعند إلينا وبيسيب لها هديه تحت سريرها وبيودعها لاخر مره، وبعدين بيمشي وفضل مكمل وماشي في طريق لحد ما اخيرا بيوصل لعند قلعه الويتشر. وبعدها بينتقل بين المشهد للوقت الحاضر، وبيكون فيسيمير رجع للقلعه من تاني. وبعد ما دخل بيقابل واحد صاحبه واللي بيكون غيران منه جامد بسبب كميه الفلوس اللي فيسيمير عملها، وان هو يا دوبك عمل مبلغ صغير هيكفي بقى الشتاء. بعدها الاثنين بيتمشوا سوا وبيشوفوا دفعه من الاطفال اللي جايين على قلعه الويتشر علشان يتدربوا وينضموا لجماعه الويتشر في المستقبل. بعدها بيتمشوا شويه لحد باب القلعه، وفيسيمير بيسيبهم وبيدخل هو، واول ما بيدخل بيقابل الشخص اللي ضربه لما كان صغير، وبيوريه منشور مكتوب فيه ان هم عايزين يقضوا على جماعه الويتشر نهائي، وده لانهم شايفينهم وحوش وعمرهم هيبقوا زي البشر الطبيعيين. وبيقول له ان كل ده حصل بسبب الولد اللي ما رضيش يساعده في الغابه، وبيعاتبه ان هو هيخليه مسؤول عن تدريب الاطفال الجدد اللي هينضموا ليهم. بعدها بنشوف تجمع لسكان القريه، وبنشوف مجموعه من الجثث مرميه على الارض، وبتكون الانسه اللي بتحقق في موتهم. بعدها بتروح على الليدر اللي دافعت عن الويتشر في المجلس، واللي بتكون زوجة لاحد النبلاء، وبعد موته اتولدت هي مكانه في المجلس. بعدها البنت دي واللي بالمناسبه بيكون اسمها تيترا بتتهم الويتشر على انهم سبب كل المشاكل اللي بتحصل في المملكه، وبتحاول انها تتريق على الليدي بسبب انها بتدافع عنهم، بس الليدي بتوقفها عند حدها
ده وقالت لها تخلي بالها من كلامها. بعدها بنروح على قناه الواتشر وبنشوف واحد من الاطفال دول بيكون متضايق جامد بسبب ان هم بيتضربوا تدريبات صعبه وكمان ما اكلوش حاجه لمده 3 ايام. في سمير ساعتها بيتعصب عليهم وبيقول لهم انهم لازم يتعودوا على كده وان العالم الخارجي هيبقى اصعب عليهم بكتير، وبيفتكر ان نفس الكلام اللي كان بيتقال لما كان صغير. وفي الوقت ده بيعرف ان كل الاطفال اللي معاه بيكونوا جايين هنا غصب عنهم، وان في بعض البشر بيسلموا ارضهم لجماعه الواتشر علشان يسد الديون اللي عليهم، وان ما حدش جاي هنا بارادته تقريبا غير في سمير. وفي سمير بيشوف واحد من صحابه بيعيط لانه بيكون خايف من الموت، فصاحبنا بيروح عليه عشان يطمنه وبيقول ان كل حاجه هتبقى تمام. بعدين في سمير بيرجع مكانه وبينام، ولكن فجاه بيصحى بيلاقي نفسه في مستنقع. بعدها بيعرفوا انه ده اختبار من ضمن الاختيارات اللي بيعملوها اليوم، وفجاه بيلاقوا القلاده اللي معاهم بتتوهج وده ينزل على وجود وحش قريب منهم. وبالفعل الوحوش بتظهر وبتبدا تهجم عليهم، وبيكون في عدد كبير منهم ماتوا. في الوقت ده وحش بيهجم على واحد منهم، بس في سمير قدر ان هو يقتله، واثناء ما كانوا بيهربوا في وحش بيهجم على واحد منهم وقدر ان هو يسحبهم على المستنقع. بعدها الوحوش كملوا هجومهم عليهم وقتلوهم واحد واحد، واثناء ما كان في سمير بيهرب وحش بيهجم عليه وبيوقعه من على التل ده، وبيصحى وبيلاقي نفسه في المستشفى وبيعرف ان كل اصحابه ماتوا، حتى صاحبه اللي كان بيطمنه من كام يوم مات هو كمان. بعدين بيروح وبياخد قلادته وبيقعد في جنبه وهو حزين جدا على اصحابه، وفجاه بيلاقي قلادته بتهتز وبتدله على مكان بيكون مليان وحوش، وبيقابل الساحر ده بيعرفه بنفسه وبيكون اسمه رودريك، وهو اللي بيصنع الوحوش دي عشان الواتشر يقتلوهم ويكسبوا من وراهم فلوس، وهو كمان المسؤول عن تحويل البشر لويتشر. وبيقول له ان الواتشر بيعيشوا فترات طويله جدا عكس البشر العاديين، وهم واقفين بيدخل عليهم الزعيم. وفي سمير بيلوموا على موت صحابه وبيمشي من مكانه وهو متعصب. بعدها بيرجع على سريره وبيلاقي رساله جاله من ايلينا وبتعرفوا فيها ان والده اتقتل بسبب هجوم من بعض المرتزقه، وان في عيله نبيله اشترتها وهي عايشه معاهم دلوقتي وبيعاملوها كويس كانها واحده منهم، وبتطلب منه ان هو ينساها وينسى كل ماضيه علشان يعرف يعيش، وبتتمنى له انه يعيش حياه سعيده. بعدها بتبدا اختبارات تحويلهم علشان يبقوا ويتشر، وبنشوف قد ايه الموضوع بيكون صعب عليهم، وجزء كبير من اللي بيتم تحويلهم اجسامهم ما بتستحملش وبيموتوا، لحد ما اخيرا بتيجي اخر مرحله من التحول وفي سمير بيقدر ان هو يطلع عايش وبيتحول لويتشر بالفعل. وبنشوف بعدها في سمير بعد ما كبر وهو بيحارب اقوى الوحوش وبيقدر يخلص عليهم بكل سهوله، وبيكون قوي لدرجه ان هو قادر يهزم جيش من الوحوش لوحده، وبيذيع سيوته في كل القرى وبيكون اشهر من نار العالم. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف في سمير وهو قاعد في القلعه مع اصحابه وبيكون زهق من المكان وبيقترح انهم يروحوا يسهروا بره، وبالفعل صاحبه ده بيوافق وبيخرجوا للحانه فعلا. واول ما وصلوا هناك وقعدوا في المكان واحد من الجنود بيبدا ان هو يعمل مشاكل معاهم وبيقول لهم ان الواتشر مش مرحب بيهم هنا. في سمير قال له ان هم جايين بس يسهروا شويه ومش عايزين مشاكل، بس الجندي بيصروا ان هم يمشوا وكان رايح علشان يهجم عليهم، بس صاحب في سمير بيقتله. بعدها بيروح للقصر الملكي وبنشوف البنت الساحره دي تاني وهي بتقول للملك ان هو لازم يعدم الواتشر اللي قتل الجنود، بس الليدي ساعتها برضه بتعرضها وقالت لهم ان هم كانوا بيدافعوا عن نفسهم مش اكتر وان في شهود على كده. وبعد نقاش كتير ما بينهم الليدي بتقترح ان الساحره تتعاون مع الواتشر ويروحوا في مهمه للغابه علشان يقتلوا الوحوش اللي فيها، وبكده هيكونوا خلصوا على الوحوش اللي بتهدد امن المملكه، والملك ساعتها بيوافق علشان يخلص من زينهم هما الاثنين. بعدها بنشوف في سمير وهو في السجن وكل شويه بيطلب من الحارس ان هو يجيب له حاجه ياكلها، والحارس بيكون زهق منه هو كمان، فعلشان يخلص منه بيوديه اوضه بيكون فيها مخزون السجن بالكامل. لا حارس رجوله الصراحه. واثناء ما كان في سمير واقف بيظهر له حد من الضلمه وبتطلع ايلينا وبتكون لسه بتحبه علشان كده كانت بتدافع عن جماعه الواتشر علشان تحمي في سمير. وبنعرف ان بعد ما المرتزقه هجموا عليهم خدوا ايلينا وباعوا علينا نبيله، وابن لورد كان بيحبها واتجوزها، وبعد ما توفى ايلينا تولت مكانه في المجلس. وبنشوف ساعتها فرق السن ما بينهم وان الواتشر فعلا بيعيشوا فترات طويله جدا اكتر من البشر الطبيعيين. المهم بعدها بيفضلوا يتكلموا شويه ويسترجعوا ذكرياتهم، وايلينا بتقول له ان الملك قرر يعفو عنهم بس بشرط انه يخرج في مهمه للمملكه لاباده جميع الوحوش اللي في الغابه، ولو عمل كده فالملك هيعفو عنه هو وصاحبه. وبتعرفوا ان في شخص هيرافقه في المهمه دي وبيخرجوا سوا علشان يشوفوه، وبيطلع فعلا وبيقابل الانسه دي. بعدها هما الاثنين بينطلقوا في مهمتهم، والبنت طول الطريق ما كانتش طايقه في سمير خالص، وبيجي الليل وبيخيموا سوا. والانسه دي بدات تحكي في سمير حكايه عن لورد كان مريض بمرض شديد جدا، وكان مفكر ان سبب مرضه ده هي وحاله من الصحراء، وكان متخيل ان موت الساحره دي مرضه هيزول، وعلشان كده بيستاجر فرد من الواتشر وبيخليه يقتلها. وبعد موت الساحره دي مرض اللورد بيختفي فعلا، واللورد كافئ الواتشر ده واداله شويه من الاحجار الكريمه. وبعد مده اللورد ده لاحظ ان في حجر من الاحجار الكريمه دي موجود في غرض الطباخ اللي بيشتغل عنده، فبيعرف ساعتها ان الواتشر كان بيخلي الطباخ يسمموه علشان يستاجره ويقتل هو الساحره دي وياخد فلوس في المقابل. وعلشان كده البنت اللي بتكره الواتشر ومش بتحبهم نهائي. وتاني يوم بقى بيوصلوا هما الاثنين على مكان كده وبيحس ان هما رجعوا لنفس المكان كذا مره وكانهم ماشيين في دايره. تترا ساعتها بتستخدم سحرها وبتشيل الوهم اللي كان معمول على المكان ده، وبينزلوا لتحت واثناء ما كانوا ماشيين بيشوفوا واحده من قبيله الالف وبيكون معاه وحش شكله غريب شويه وبيهجم عليهم، والوحش كان قوي جدا. بيهجم بعدها على تترا بس في سمير الحامل في اخر لحظه وبيروح علشان يهجم عليه، بس الوحش بيديه ضربه بترزعه في الجدار. بعدها تترا بتستخدم سحرها تقدر انها تجمده، وفي سمير بيستخدم نار وبيقدر ان هو يخلص عليه. بعدها هم واقفين في المكان فجاه عاصفه جليديه من اعلى الجبل بتيجي عليهم، والبنت اللي من قبيله الالف بتتحول لثعلب وبتهرب من المكان. بعدها بتختفي العاصفه الجليديه وبيتضح ان ده كله كان وهم، والبنت اللي من قبيله الالف هي اللي كانت عاملاها عشان تهرب، وبيكون عندها مهارات مش طبيعيه في استخدام الوهم ده. بعدها بيفضلوا مكملين في طريقهم لحد ما بيوصلوا عند المكان ده وبيلاقي جثث كتير وكل حاجه في المكان متدمره، واخيرا بقى بيوصلوا عند نفق كده، واول ما بيدخلوا بيلاقوا جثث الالف اللي كانت بتختفي، وكمان بيلاقوا صاحب في سمير اللي كان طلب منهم مساعدته قبل كده، وبيقولوا ان الالف دي اللي كانت بتخطفهم وكانت بتعمل
بيعمل عليهم اختبارات هنا. وتترا لما بتشوف الحاجات اللي كانت بتستعملها بتقول ان الوصفات دي محدش يعرفها غير جماعه الويتشر، وقالت له ان الويتشر هم اللي كانوا بيساعدوهم. واثناء ما كان الالف ده ماسك في خناق فيسيمير بتظهر ساعتها بنت من كبيره الالف، وتترا ساعتها بتحاول انها تقتلها علشان شايفاها مسخ، بس صاحب فيسيمير بينقذها، وفيسيمير هو كمان بيساعده وقال لهم ان هي ما زالت نص الف ولسه ما اتحولتش زي البنت اللي واجهها من شويه، وان هو هيرجعها لقبيلته وهيعتني بيها، وبعدين بياخدها وبيمشي. وتترا ساعتها بتتضايق جامد وبتخرج من المكان وبتدمر القلعه، وراحت بعدها على جنيه الالف وقالت لها ان فيسيمير هو اللي دمر القلعه. وفيسيمير في الوقت ده كان قاعد مع ايلينا وقال لها ان هو شاكك ان الزعيم هو اللي بيصنع الوحوش دي، وان كلام السحار ده ممكن يكون صح، وبعدين بيسيبها وبيمشي. بعدها بنروح للقصر الملكي وبنعرف ان تترا قدمت دليل للملك على ان الويتشر هم اللي بيصنعوا الوحوش دي، وبناء على ذلك الملك بيحكم بقتل صديق فيسيمير وبيدي الامر فعلا بقتله، والفارس بيقطع راسه. في الوقت ده بيكون فيسيمير وصل على القلعه وبيقتحم المختبر، وبيتاكد ساعتها ان الزعيم هو اللي كان بيصنع الوحوش دي فعلا. واثناء ما كان واقف الزعيم بيجي وبيقول له ان الوحوش كانت بدات في الانقراض، وان هو كان بيعمل ده كله عشان يحميهم ويعرفوا يعيشوا ويستمروا في شغلهم، وان الشيء الوحيد اللي منع البشر من قتلهم هو خوفهم من الوحوش دي. بس فيسيمير بيرفض طريقته وبيطلب منه ان هو يقف اللي بيعمله ده حالا والا هيحرق المكان ده بالكامل. الزعيم ساعتها بيرفض وبيبدا قتال ما بينهم هما الاثنين، وبيكون كل واحد مصر على موقفه. وفي وسط القتال بيجي رودريكو مع ايلينا، وايلينا بتقول ان جيش المملكه جاي وهيهاجم على قلعتهم، فبيخرجوا بره وبيلاقوا جيش وعدد كبير جدا من سكان المملكه معاهم. وفيسيمير بيسال على صاحبه، فايلينا بتعرفه ان هو مات. رودريكو في الوقت ده قال لهم ان هم هيستهدفوا الصحراء بالذات، وده علشان هم الوحيدين اللي بيقدروا يحولوا البشر لويتشر. والزعيم قال له ان هو ياخد باقي الصحراء ويستخبى في القبر، وبيطلب منهم ان هم يستعدوا للحرب. بعدها فيسيمير بيطلب من ايلينا انها تهرب من القلعه هي كمان، بس اللي قالت له انها تقعد مع الاطفال وهيستخبوا في القبر. بعدها بيروح علشان يتكلموا مع تترا وبيحاولوا يوقفوا الحرب دي. فيسيمير بيوعدها ان هم هيوقفوا تصنيع الوحوش، والبنت بتطلب من الزعيم ان هو يوعدها هو كمان، بس الزعيم بيرفض، بيقول لها هات اخرك، احنا ويتشر وانتم مجرد بشر، ورينا هتعملوا ايه. بعدها بواب بتظهر وبيخرج منها وحوش كتير، وبيطلع ان اللي استدعى الوحوش دي هي جنيه الالف، بسبب ان هي مفكره ان فيسيمير هو اللي دمر قلعتها وقتل بنتها. فيسيمير والزعيم بدأوا يرجعوا للقلعه والوحوش بدأت تهجم عليهم. فيسيمير ساعتها قال لهم يثقوا فيه ويسيبوا اسلحتهم ويستنوا اشارته، وبعد تردد منهم كله ساب اسلحته فعلا. وفيسيمير بيدوم الاشاره بوم مره واحده بتضرب ضربه بكل قوتهم وبتدمر كل الوحوش اللي على الجسر. وفيسيمير بيتقدم وكان شغال تقطيع في يوم لحد ما بيجي وحش ضخم كده وبيهجم عليه وبيطيروا من على الجسر. وحش تاني بيجي يهجم عليه برضه بس صاحبه قدر ان هو يخلص عليه. وتترا بتستدعي وحوش اكتر واكتر وبيقدروا يكسروا بوابه القلعه وبيكونوا مستهدفين الصحراء علشان يخلصوا عليهم، وبكده هيكونوا خلصوا على نسل الويتشر نهائي. وفيسيمير بيتحد مع القائد وبيقدروا ان هم يخلصوا عدد كبير منهم، بس بيجي وحش ضخم وبيقدر ان هو يمسك فيسيمير وبيطير بيه. وفي الوقت ده بيكون البشر قدروا ان هم يقتلوا عدد كبير منهم، وفيسيمير في الوقت ده بيكون بيحاول يحرر نفسه من الوحش ده وقدر يفك نفسه فعلا وبيخلص عليه. واثناء ما كان في الجو بقى الوحش بتحاول انها تهجم عليه، بس فيسيمير قدر ان هو يقتلهم كلهم. بعدها بيدخل القلعه وبيبدا يساعد القائد، بس القائد قال له انه يروح ويحمي رودريكو بقى الصحراء. وفيسيمير بيشرب المشروب اللي بيعزز قوته بيروح على هناك فعلا. في الوقت ده بقى في القبو واحد من الاطفال بيقول لايلينا ان في فتحه في نهايه القبو ده ممكن يهربوا منها، فايلينا قالت لهم انهم يرجعوا على هناك باقصى سرعتهم وما يبصوش وراهم مهما حصل. وبتروح بعدها على تترا وبتقول لها توقف الاباده الجماعيه دي، بس تترا بتقول للجنود انها خيانه وبتامرهم ان هم يقتلوها. في الوقت ده بيجي فيسيمير على المكان وبيامرهم ينزلوا اسلحتهم ولا هيقتلهم كلهم. وبتيجي جنيه الالف وبتدخل فيسيمير في وهم من وهمها وبتخليه يشوف حياه سعيده مع ايلينا، بس فيسيمير بيقدر ان هو يدرك الموضوع بسرعه وبيقدر يحرر نفسه من الوهم ده وبيزقها بعيد عنه وبيهجم على الجنود بعدها وبيقتلهم وبينقذ ايلينا. بعدها بيهجم على تترا واللي بتكون في الوقت ده بتهجم عليه بالسهام بتاعتها. البنت مش سهله برضه وسريعه جدا وكمان بتستخدم سحر الظلام بتاعها، وكل ما يجي يهجم عليها بتنقله مكان تاني وتبعده عنها، وفي الاخر بتقدر انها تقطع ايده، بس فيسيمير بيهجم عليها وبيقطع راسها وبيروح بعدها على جنيه الالف وبيطعنها. بس فجاه كل حاجه حواليه بتختفي وبيكتشف ان ده كله كان وهم، وان اللي طعنها دي هي ايلينا واللي قطع راسه ده هو صاحب رودريك. وتترا في الوقت ده بتطعنه بسهامها وبتروح عليه وبتعرفه ان الساحره اللي الويتشر قتلها كانت تبقى امها، وهي اقسمت ليها انها تنتقم ليها من كل الويتشر، ولسه كانت تهجم عليه تاني بس الزعيم بيجي في اخر لحظه وبيطعنها بالفاس في ظهرها. بعدها بيعرفوا ان كل الويتشر اللي في القلعه ماتوا وما تبقاش الا هو، وفي اخر كلماته بيامر ان هو يعتني بالاطفال وتولى تدريبهم وبيعتذر على كل المشاكل اللي حصلت بسببه وبيموت الزعيم. بعدها فيسيمير بيشيل ايلينا وبيخرجوا من المكان، واول ما خرج من المكان بيبص ورا اخر مره على المكان اللي عاش ضربه فيه طول حياته وهو بيتدمر قدام عينه. بعدها بيروح عند نهر جميل كده وبيبدا ان هو يزوق بالجليد اللي عليه، وراح بعدها وقعد جنب ايلينا واتكلموا شويه لاخر مره قدام المنظر الجميل ده، وساعتها ايلينا بتفرق الحياه هي كمان، وبيكون فيسيمير في الوقت ده حزين جدا عليها. بعدها فيسيمير بيكون ليه مكان الاطفال وراح عليهم ويسالهم اذا كانوا لسه عايزين يبقوا من جماعه الويتشر، وقال لهم ان المره دي كل واحد حر في اختياره. ساعتها كل واحد منهم بيوافق وكل واحد بيوطي ياخد قرارات مع الارض، وبيبدا عصر جديد للويتشر في العالم ده، وبيخلص الفيلم على كده.